السلام عليكم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. أنا ليلى. إذا كنتوا أول مرة تشوفوا هذا الفيديو وتشوفوني، بغيت نحكي لكم القصة ديالي مع سكر الحمل. كي اكتشفتوا يعني باش ما نطولش عليكم بزاف غادي نحكي لكم داك الشيء بالمختصر المفيد. خرجتكم شفتوا الشميشة واخا كانت غادي تغرب، شفتوا السما، شفتوا الطبيعة. يلا ندخلوا للكوزينة، شقاو ونهضروا في نفس الوقت. سكر الحمل مصيبة لكل امرأة حامل. أنا اكتشفت أن عندي سكر الحمل، والمشكل الأكبر وهو أنهم أعطوني الأنسولين السريع، 4 ديال الوحدات مع الغداء و4 ديال الوحدات مع العشاء. بقيت متبعة مع طبيب السكر ديالي تنشوفو كل سيمانة. السيمانة الأولى مشيت مقيدة في الدفتر ديالي السيمانة كاملة، نقيد السكر الصائم، من بعد الأكل الأنسولين شحال خديت من وحدة إلى آخره. فالأسبوع الأول لقى باللي السكر عندي تيعلى 130 125 140. قال لي خاصك تزيدي 5 ديال الوحدات. صافي خلصتو وجيت خارجة، مشيت للدار، بقيت ندير 5 ديال الوحدات وتناكل الماكلة ديالي. من بعد سيمانة رجعت عنده، عاود تاني كاين سكر الدم طالع عندي. قال لي سكر الدم ديالك راه طالع، 5 تاع الوحدات ما قادينكش، خاصك ديري 6 ديال الوحدات. انا واش فهموني اني خاصني ناكل اكله متكامله، ناكل خبز الكامل، سلطه، خضر، لحم، و منتج ديال الحليب، فرماج او ياغورت طبيب بدون سكر الى اخره. صافي خرجت من عنده حزينه محبطه، كنت نقول فين راني زايده مع هاد الانسولين، راه كاين شي خطا في مكان ما. صافي وصلت للدار، درت الستة ديال الوحدات ديالي، بقيت نراجع نفسي تما. قلت يا ليلى خاصك تاخدي القرار ديالك، راه هادي صحتك نتيا، مع ان الانسولين ما تيضرش في الجنين، بالعكس تيساعد انه يضبط السكر تاع الدم باش الجنين ما ينتفخش في البطن وما تاثرش علينا الولاده. عوض ما نولدوا ولاده طبيعيه نولدوا ولاده قيصريه لا قدر الله. هنا البنات حسمت امري وقررت لا ما نستشر الطبيب ديالي. قررت البنات انني نحيد او نريض الانسولين، نتبع الرجيم اللي انا خصصت نفسي، لا ما نحتاج انني نشوف طبيب الغذاء او طبيب غذائي. صافي بقيت كنتعرف على نفسي، بقيت نتعرف على الجسم ديالي. عندي الآلة الحمد لله باش نعبر السكر ديالي، تنشوف مثلا هاد الأكلة هادي عبرتها لقيتها أكثر 120 غرام و20، يعني كاين واحد الخلل انني خاصني نقص من هاد الشيء وهي غالية. فالبنات قررت انني نحبس نهائيا النشويات، او بصفة عامة او بين قوسين الخبز. قررت انني نحبس الخبز البنات. فهذه هي البنات، هذه هي، لان حنايا اللي تنتحكموا في النفس ديالنا، حنايا اللي خاص 3 شهور في الساعه تتفوت تتجري. فنهار اللي تولدي ويديو لك البيبي ديالك يديروا له التحاليل 2 خطرات باش يشوفوا واش عنده هبوط ديال السكر، تما
غادي تبقاي تطلبي الله وتقولي يا ربي يخرج سليم معافى. لهذا احترسوا 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 وصبروا، صبروا صبروا صبروا، كلشي غادي يفوت. عاوتاني انك انتي تيراقبوك في المستشفى واش بقى فيك السكر او لا، فتخيلوا معايا تلقاوه اكثر من 140 لمده 3 ايام او 4 ايام على حسب المكوت ديالكم في المستشفى. صدمه لكل امراه. الا اهتميتوا بنفسكم، الا درتوا ريجيم، يعني ماشي ريجيم داك القاسي، يعني اكل صحي، وتراقبوا السكر ديالكم، كلشي غادي يكون هو هذا. ها هي القهوه ديالي كتغلى. الريحه عاطيه. درت لي بيبرو ديال بنتي يتسلقوا باش يتحيد ليهم داك الميكروب، مع العلم ان البنت ديالي ترضع رضاعه طبيعيه. الحوض ديالنا صافي خوا من بعد ما كان عامر متسخ ومبوشي. الشبكه ديالنا حتى هي خوات، ومستعده لمعركه جديده ان شاء الله. القهوه ديالنا ها هي واجده، درت فيها شويه القرفه وشويه الحبه الكحله بدون سكر. تتشهي البنات. رافقتها مع واحد القطعه نتاع كيكه او غاتو. من بعد ما المطبخ تيكون نظيف، تشربي داك الفنجان ديال القهوه ديالك براحه نفسيه. ها هو الكاطو اللي قلت لكم البنات انني درته من قبل في واحد الفيديو. الا راكم مهتمين روحوا شوفوه، راه بدون سكر وبدون دقيق، خاص مرضى السكر